كريمة الكديري، رئيسة الفيدرالية النسائية للنهوض بقضايا المرأة والطفل جهة العيون بوجدود الساقة الحمراء. أنا توصلت بهذا الملف اللي هو ديال قضية اغتصاب اللي مذكر فيها المتهم اسماعيل ونال كمؤازرين لهذه القضية هذه، بحيث أننا تسلمنا الملف لقينا بأن تدفع النقد والإبرام. تابعنا مشينا للمحكمة الاستئناف، دخلنا عند السيد وكيل العام للملك، تكلمنا معاه، مشكور جزيل الشكر لأن عمل كل ما في وسعه باش هذا الملف هذا يبان الحقيقة، وعطى تعليمات من جديد وطالب باش يتعاود هذا الملف من جديد ويتدرس من جديد. وعيط للسيد القاضي اللي مكلف به قال لي باش يعاد فيه النظر ناقش، جلس معنا عطانا وقته، بقى فيه الحال، ما بغاش. قال لك هذا الشيء قال لك اللي جا قدامي انا، هذا الحكم هذا قال لك بان هو بتصريحاته هو كيقول لك بان هذا الملف هذا اللي جا فيه هذا القرار ماشي قانوني ماشي عادل. المهم على اساس اننا باش غادي تعاود في الجلسه عطاو بان يبقى الحكم على ما هو عليه، عام ديال الحكم مع تعويضات مدنيه. ما بين عشيه وضحاها كنتفاجئوا بان هذا الملف هذا اصبح فيه 3 شهور، يعني بدون تقلصات المده ديال الحكم، تقلصات مده الحكم بدون جلسه استئناف مثلا، بدون باش يتخبروا هاد الناس، بدون حتى شي حاجه. من كتعزي هذا المشكل؟ نعم، هذا من سنه حتى ل 3 شهور من كتعزي الدار، واش كاين شي لوبيه دخلوا كاين شي؟ ما نقدرش نقول لك لان مساله واضحه. هاد الناس هادو كيدعيوا بانهم ذو فود وذو جاه وذو سلطه وذو معارف، كيتعنوا بالفلوس، كيتعنوا بالمعارف، ولكن حنا في هاد الالفيه الثالثه، حنا هاد الجيل الثالث، هل يعقل ان سيدنا الله ينصرو الدستور المجتمع المدني كالحرب الرشوه، هل يعقل ان هذه الرشوه باقا كاينه؟ هل يعقل اننا مازال كنتشبتوا باننا باك صاحبي؟ هل صوت الحق مازال ما باش يغلب؟ هل ضميرنا حنا، الضمير اللي كان ميت مازال ما باش يصحى؟ انت كتآزر واحد عوض انك توقفو وتقول ليه كافة وتشوف بان راكي تعرضت هذيك الدريه اللي وقفات تطالب النجده منك وتشد ليها حقها، راه فيها اختك، فيها بنتك، فيها تجيك غيره. حنا بلد اسلامي، حنا بلد المغرب، حنا سيدنا الله ينصرو في الخطاب ديالو الاخير راه عطى واحد الرساله، قال لهم كافه من هاد المهزله هذه، كافه من تالين. السيد كيغوت باعلى صوته، مستعد انه يوصل للوزاره، مستعد انه يوصل عند صاحب الجلاله. حنا معاه كفيدراليه، حنا معازرين ومعاونينه، وكنظن ان من خلال هذا التصريح هذا اكيد ومؤكد غادي تكون جمعيات اخرى اللي هي غادي تساندوا، لان ما غنبغيوش بحال هذا الشيء يبقى واقع لنا. اليوم سكتنا على هذا الملف، وغدا نسكتوا على هذا الملف، وبعد غدا نسكتوا على هذا الملف. اذا علاش حنا كنتسموا باننا كقوه ضاغطه، كناس من المجتمع المدني اللي عاطينا الدستور باش نديروا، علاش كنسموا حنا كاينين؟ الا ما كانوش هاد الناس جايين طالبين المساعده، تسدوا البيبان كلهم في وجههم. واش بين عشيه وضحاها انت نقولوا غيكون تلاعب مثلا في هذا في الوقيته ديال اللي كان بين حكم وحكم، فترات المداوله، نقولوا غيكون تلاعب، نقولوا غيكون تمشك، ولكن من بعد ما دوز المداوله وتخرج تعلن الحكم ديالك، ومن يدخل المكتب نتاعك بوحدك تعاود تعطي فيه الحكم ديال 3 شهور، حتى السيد الوكيل العام الله يجازيه بخير بقى فيه الحال من هذا الحكم هذا. هو ولا كيطالب كيقول لك انا في هذيك العشيه درت النقد والابرام ديالي، ديروا حتى نتوما النقد والابرام تاعكم وتابعوا هذا الملف في الرباط وما تسكتوش عليه. تيغوت باعلى صوته. انا كشخصيا رئيسه فيدراليه جلست معاه هو، وجلست مع السيد رئيس المحكمه ديال الاستئناف والسيد وكيل العام الله يجازيه بخير والله يرحم لي الوالدين، وكنقولها باعلى صوتي، انسان نزيه، انسان اللي كيخاف الله، والانسان اللي كيراعي ضميره في هذا الميدان هذا.
في هذه المهنه هذه وكيوصلها بالحق. هو براسو كيتفاجئ من هذه القضيه. كيفاش انك انت من بعد مداوله حكمتي امام الملأ، حكمتي امام الناس، حكمتي امام الله اللي بينك وبينه، هو كيراقبك قبل ما تراقبك صوتك ولا يراقبك هذا، حكمتي بان هذا الملف صافي راه خديتي فيه قرار، راه عطيتي فيه حكم نفاذي. العشيه كتفاجئ الناس كتقول لهم 3 شهور. لهالدرجه هذه ولات كتضغى علينا قوه المعارف، لهالدرجه هذه ولات كتضغى علينا قوه الرشوه، لهالدرجه هذه حنا ما غنصحاوش، حنا ما غاديش نعطيو. اذا ظل الحال كما هو عليه، يعني الحكم هو كان سنه وبين عشر وضوحات تقلص واصبح 3 سنوات، يعني اذا بقى الحال كما هو 3 اشهر 3 اشهر انتم كفيدراليه، يعني شنو الخطوات اللي ما غنسكتوش لان كنقولها انا عندي تصريحات ديال هاد الناس في لي سيدي لحد الان مازال ما عطيتش فيهم تقرير ومازال ما وصلتهمش، مراعاه لمشاعرهم، مراعاه للسمعه ديالهم، مازال ما قدمش سيديات الحقائق اللي عندي وراه هاد القضيه هذه. حنا ما غنسكتوش، حنا غادي نتابعوا. كاينين منظمات دوليه، كاينين شراكات مع ناس اللي هي ديال حقوق الانسان دوليه، كاين وزاره العدل، كاين صاحب الجلاله الله ينصرو، مستعدين اننا نطرقوا بابو، مستعدين اننا نوصلوا حتى لعنده ونقولوا كافه. استاذه بين قوسين هاد السيديات هادو، يعني كاين شي حاجه اللي كاينين تصريحات اللي هو فاضح اللي غادي يفضح مثلا، كاينين تصريحات ديال ولي الامر ديال هاد البنت، كاين تصريح ديال الطبيب النفسي اللي كيطالب كيقول لك بان هاد البنت ولو درنا معها الجلسه الاولى والثانيه والثالثه الامل ديالها في العلاج ان تشوف هذاك الدري موقف، تاخذ حقها. ومن حقها انا كامراه، انا كنعتبرها بنتي وبناتي ديال امه سيد، نحن امه سيدنا محمد، نحن مشعال هذا المغرب، حنا بغينا نزيدوا به لقدام. كفى اقولها واعلن صوتي، كفى من الرشوه، كفى من الضامن الميت، كفى من باك صاحبي بهاد العربيه تعرفت. حنا بغينا الحق يبان. واش هل يعقل انك تجي في النقد والابرام وتقول لي بان البنت مخسرها هذا السيد؟ جيبوا لي دليل شرعي كيقول بان هذاك السيد هو مولاها. هل يعقل؟ كطالب تقرير طبي، كطالب بالمده ديالو، نعم متفقه معاك، ولكن باش تقول لي الطبيبه ديالك تكتب لي في هذاك التقرير الطبي ان هذاك السيد هو بالضبط مولاها، هذه مازال ما قريناها ومازال ما شفناهاش. الا بغيتي تغافل على القانون ما كيتغافل عليه. صوت الحق غيبقى صوت الحق، شئت ام ابي غيبقى صوت الحق حي، ما عمره غادي يموت، وحنا راه ما غنسكتوش. استاذه ربما انتم ازرتوا الضحيه في المنزل ديالها، واش يمكن تكلمي لنا عن الحاله النفسيه ديالها؟ انا ازرتها وباقا متابعاها وباقا كنشوفها، باقا كنمشي عندها. الحاله النفسيه ديالها متدهوره، كتقرا بمجرد كتكون جالسه معاك القرايه تمنعت منها، ما قادراش انها تواجه المجتمع، ما قادراش انها تخرج للشارع، ما قادراش تشوف في عينين صحاباتها. هاد الدريه كتكون قاعده حتى كتقول لي امها انا في التليفون كتقول لي استاذه اجي كنمشي كنلقاها كتضرب راسها مع الحيط، كتبقى كتبكي بوحدها، كتبقى كتعطف في الاظافر ديالها وهذا بوحدها. حتى ولو تزوجات وحضرت انا العرس ديالها وكنشوف فيها ماشي ديك الفتاه اللي هي فرحانه بداك الزواج ديالها وديال، كتقول بان هي بحال الا جاب لي الله شي راجل اللي نقدني وشد بيديا، استعطاف وشفقه. حتى ما كتساعدش هذاك الطبيب اللي هو متابعها، ما كتساعدوش في العلاج. علاش؟ انا كتشوف راسها كيفاش انا تنغوت باعلى صوت وكنطلبكم انكم تعاونوني وحقي باقي ما بانش. اذا حنايا نشوفوا، كنعاود نقولها، حنا نشوفوا ان واحد تاجر معروف ولدو كذا كذا عنده السلطه عنده وفود ونعذروا، وديك اللي كطالب بحقها. هاد الناس انا ما كيطالبوش بتعويضات مدنيه، انا ما مخصوصيش، ما محتاجيش، خلي التعويضات المدنيه عندك، ماشي اي حاجه كندويو بالماده. ولكن انا كنقول وكنعلنها، واش دوزتي مداوله؟ واش راجعتي الملف في الجلسه؟ واش قلتي بان الحكم يبقى كما هو عليه وتعطى فيه حكم نافذ عام؟ طبقها، الله يرحم الوالدين، طبقها، هي المسؤول طبقها. ما نجيوش حنا بين عشيه وضحى ندخلوا على السيد وكيل العام الملك ولقيناه مسكين هو براسو تالف في هذاك الملف، هو براسو ما قادرش تعطيك عيني لان وعدك ولقى اشنو كيطلب من وراء الله اعلم. دابا حنا كنطالبوا باعلى صوتنا،
كنوصلوا صوتنا للسيد صاحب الجلاله، كنوصلوا صوتنا للسيد وزير العدل، كنوصلوا صوتنا كفيدراليه معزرين هاد الناس الى الراي العام. الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير. هنا في كتبان يد الله مع الجماعه، هنا فين بغينا الحق يوصل. حنا راه مستعدين نوضوا باللافتات ديالنا، وبغينا الناس سواء في الصحراء او لا في الداخل يعاونونا. راه ما بغينا لا الجزاء ولا الشكر، لان الله رب العالمين كيقول لك انما نطعمكم لوجه الله لا نريد جزاء ولا شكرا، فما بالك بالعبد. بغينا الحق يبان. ككريمه القتيلي بغيت الحق يبان. بالنسبه للمتهم دابا حر طليق، حر طليق، يتجول يعني حر طليق. واؤكد وانا مقتنعه بكلامي واعترف به ان بمجرد ما غيمشي الملف ديالو النقد والابرام غادي يخرج براءه. لان دائما في الموقف الملف على المحكمه كيديروا ليه واحد البعد، كيعطيو فيه 15 يوم، كيعطيو فيه شهر، كيعطيو فيه حتى كيلقاو ليه ثغرات اخرى منين يدخلوا. واضيف الى ذلك في هذا التصريح انا كنطالب باش هذا السيد هذا يدير التزام وعدم تعرض سواء كفيدراليه او لا اي واحد كيشتغل في الفيدراليه. لان البارح انا في الجلسه جيت وقفت مع هاد الناس وجا قدامي ووقف وشاف فيا بلغه التهديد، وبغيت نقول ليه لا هو ولا غيره من هذا المنبر انني مازال ما كنخافش ومازال ما غيجيش لي الودراعي الى ما الوالي الله رب العالمين، لان الحق بغيت يكون وكافه.